الفيديو ده لازم يطلع ترند علشان احنا وينضحك علينا، علشان اللي انتوا بتشتروه من بره ده مش قمر الدين، ده ميه وسكر وطعم ولون وشويه جيلاتين عليهم علشان يربط. وهو ده كل المكونات بتاعت قمر الدين اللي احنا بنشتريه من بره، ما فيهوش اي فايده او اي غذا خالص. اوعي بقى تشتريه واعمليه في بيتك بطريقه صحيه جدا ومفيده ومغذيه علشان صحتك وصحه اولادك. عاملاه معاكي بطريقه جميله جدا وسهله وبسيطه، وكمان عامله لك منه بقى احلى شويه مهلبيه وكمان عصير. وكل سنة وحضراتكم طيبين، يلا بينا بقى نحضره مع بعض. أول حاجة هنجيب نص كيلو من الجزر، طبعا غسلينه كويس ومقشرينه ومقطعينه إلى حلقات أو أي تقطيع انت تحبيها أو تفضليها أو ممكن تبشريه. وهناخد الجزر بتاعنا وهنجيب حلة وهننزل بالجزر في الحلة طبعا علشان نسلقه، وهننزل بكمية مية مناسبة. وبعد كده هناخد الحلة وهنحطها على النار وهنسيبه لغاية لما يستوي معانا تماما، يعني هنسلقه زي ما احنا بنسلق البطاطس بالظبط. ولما نتأكد ان هو استوى معانا هنشيله ونصفيه في مصفى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. يعني احنا هناخد المية دي هنرميها، واهم حاجة في الخطوة دي ان احنا نتأكد ان الجزر بتاعنا استوى معانا تماما علشان الوصفة بتاعتنا تنجح معانا. وبعد كده هناخد الجزر اللي احنا سلقينه مع بعض هنفرمه في الكبة او لو عندك خلاط او عند بلندر، واهم حاجة لازم تفرميه ناعم جدا علشان الخطوة دي مهمة، والجزر لو مش ناعم الوصفة بتاعتك مش هتنجح معاكي ومش هتلاقيه ماسك بعضه زي ما انتوا شفتوه في اول الفيديو كده. وهناخد الجزر اللي احنا ضربناه في الكبة وهننزل كده بيه في الطاسة او لو عندك حلة، وهتحاولي تفرديه كده في الطاسة وهتنزلي بكوباية سكر كبيرة، يعني حوالي ربع كيلو، لكل نص كيلو من الجزر هتحط ربع كيلو، وانت لو عاملة كيلو من الجزر هتحطي نص كيلو من السكر. وهنحط كده الطاسة بتاعتنا على جنب وهنجيب برتقانتين هنقسمهم نصين بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، وهنجيب العصارة وهنعصرهم علشان احنا محتاجين نص كوباية كبيرة من عصير البرتقال الفريش. وطبعا علشان مطولش عليكم انا عصرتهم كده وجبت المصفى وصفيتهم بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده، يعني احنا عايزين السائل بتاع العصير بس، اللي هيتبقى من البرتقال ده كده احنا هنرميه. وهنقلب الجزر بالعصير والسكر كده تقليبة حلوة، وهناخد الطاسة وهنحطها على النار وهنقعد نقلب فيه، اهم حاجة التقليب المستمر لغاية لما نحس كده ان السوائل اللي فيه دي كلها نشفت شوية. وزي ما قلتلكوا اهم حاجة التقليب المستمر في الخطوة دي كده، واقعدي قلبي فيه بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده كده. وزي ما قلتلكوا اهم حاجة التقليب المستمر. وطبعا انا هديت النار كده وجبت 3 معالق كبار من النشا ونزلت عليهم بشوية مية وقلبتهم لغاية لما النشا دابت معايا، واخدت بقى الخليط ده كده ونزلت بيه على الجزر. اهم حاجة في الخطوة دي كده ان ايد بتقلب والايد التانية بتنزل بالنشا واحدة واحدة كده، واهم حاجة التقليب المستمر علشان الجزر ما يكتلش معاكي. واقعدي قلبي فيه لغاية لما النشا بتاعتك كده تختفي تماما زي ما حضراتكم شايفين كده، واهم حاجة التقليب المستمر علشان ما ينفعش الجزر يكتل معاكي ويعمل كتل. ولو كتل معاكي هتاخدي الخليط ده كده وهتضربيه بالهاند بلندر او هتضربيه في الكبة، اهم حاجة يبقى ناعم معاكي زي ما حضراتكم شايفين كده. وزي ما قلتلك اهم حاجة التقليب المستمر لغاية لما النشا بتاعتك كده تربط معاكي وتعمل زي المهلبية كده بس تكون تقيلة شوية. ولما نتأكد ان هي ربطت معانا تعالوا بقى نضيفلها العامل الأساسي واللي ما نقدرش نستغنى عنه في الوصفة دي كده، وهو ده اللي هيخليكي لما تيجي تاكلي منه كده كأنك بتاكلي قمر الدين الأصلي، يعني مش حاجة احنا عاملينها في البيت وخلاص، ده هو قمر الدين ريحته وطعمه وكل حاجة فيه. وده اسمه جيلي بطعم المشمش، واوعي تستغنوا عنه علشان ده هو اللي هينجح لك الوصفة، ولما تيجي تاكلي منها كأنك بتاكلي قمر الدين بالظبط. هنفضيه في طبق وهنضيف عليه شوية من المية وهننزل بيه على خليط الجزر وهنقعد نقلب فيه بقى كده. اهم حاجة بقى في الخطوة دي كمان التقليب المستمر والسوى المظبوط، علشان دي خطوة مهمة جدا، وحطوا تحتها كده 100 خط علشان دي اللي هتنجح معاكي الوصفة. واقعدي قلبي فيها بقى لغاية لما يستوي كده معاكي تماما. وفي الخطوة دي كده بياخد وقت كده منك على النار، يعني حوالي ربع ساعة كده او 10 دقايق بالكتير مع التقليب المستمر. طبعا انا هنا كده سرعت الكاميرا علشان تشوفوا قد ايه هو بياخد وقت، واقعدي بقى قلبي فيه قلبي فيه كده لغاية لما يوصل معاكي بالقوام ده كده، لغاية لما تحسي ان هو ليه مطة كده. وهوريهولكوا دلوقتي كده على المعلقة زي ما حضراتكم شايفين اهو. طبعا لما بيجي ينزل كده ما بينزلش الا بصعوبة، يعني ليه شدة كده زي ما حضراتكم شايفين. فانت لازم توصلي للخطوة دي كده مع التقليب المستمر. طبعا وريتلكوا كده المعلقة لتاني مرة، يعني ما بيكونش عايز ينزل بالمعلقة كده وينزل بمطة، يعني يمط معاكي كده يبقى عامل زي اللبانة كده لما تيجي تمطيها، يعني تحطها على المعلقة ما يكونش عايز ينزل معاكي. واهم حاجة لازم توصلي للمرحلة دي علشان دي هي اللي هتنجح معاكي الطريقة كلها. تعالوا بقى نعمله بالمعلقة كده ونشوف قد ايه هو مش عايز ينزل زي ما حضراتكم شايفين كده. واهم حاجة توصلي للمرحلة دي كده علشان الطريقة تكون ناجحة معاكي، وبكده هتاكلي احلى قمر الدين احلى من الجاهز بكتير، يعني مفيش اسهل من كده ولا ابسط من كده. وطبعا هنطفي على النار وهنجيب صينية
وهنحط عليها كيسة من أكياس التلاجة، وهندهنها كده دهنة بسيطة من الزيت، بس أهم حاجة يبقى الزيت بتاعك نضيف ما يبقاش ليه ريحة كده، وهنفرده كويس كده على الكيس، وهنجيب قمر الدين بتاعنا شايفين قد إيه هو متماسك وليه مطة كده لما بيجي ينزل. أهم حاجة لازم توصلي للمرحلة دي كده، مينفعش يبقى سائل معاكي، لازم يبقى تقيل معاكي بالشكل ده كده، وهنوزعه على الكيس كده بعد ما حطيناه بمعلقة أو أي حاجة عندك. وكمان أهم حاجة تعملي كده طبقة رقيقة خالص منه، وما ينفعش يبقى تخين معاكِ طبعًا علشان يتعمل معاكِ بسرعة وتاكلي منه بسرعة. وطبعًا أنا طبّقت الكيس كده عليه علشان أعرف أسويه وأفرده ويبقى مضبوط معايا، أهم حاجة يبقى متساوي معاكِ، ما ينفعش يبقى حتة كده تخينة وحتة رفيّعة. وطبعًا أنا عملت منه 2 زي اللي حضراتكم شايفينها دي كده، وتعالي أما أقول لِك بقى هتعملي فيه إيه. أول حاجة هتسيبيه كده في الهوا لغاية لمّا ينشف معاكِ، وممكن تحطيه كده في الشمس بس أهم حاجة تغطيه كويس، وهتسيبيه لمدة 3 أيام أو 4 أيام بالكتير علشان يبقى معاكِ زي الجاهز بالضبط، ويبقى متماسك ويبقى ليه مَطّة كده زي اللي إحنا بنشتريه من برّه. بس طبعًا علشان التصوير وكنت مستعجلة علشان أنزّل لكم الفيديو، أنا بكل صراحة وبكل مصداقية خدته وحطيته في التلاجة لمدة يوم كامل، وده شكله بعد مرور يوم كامل في التلاجة. تعالوا بقى أمّا أكلمكم على الطعم. الطعم هو قمر الدين نفسه، طبعًا ما يختلفش عليه أي حاجة خالص، لمّا تيجي تاكلي منه كده كأنِك بتاكلي قمر الدين، بس الفرق بين ده وده إن التاني بيكون متماسك كده وناشف، أمّا ده ما بيكونش متماسك أوي، بس أهم حاجة إحنا عايزينها هو الطعم، وده طعمه زي التاني بالضبط وأحسن كمان. طبعًا دي حاجة أنتِ عاملاها في بيتِك مضمونة عاملاها بإيدِك، وكفاية طعمه كده في الآخر، طعمه جميل جدًا، وإن شاء الله لمّا تجربوه هتعملوه كل يوم في رمضان، علشان سهل جدًا وبسيط، ولمّا تيجي تاكلوا منه كده كأنِك بتاكلي قمر الدين ما فيهوش طعم الجزر خالص، وده كله بسبب كيس الجيلي اللي إحنا حطيناه اللي بطعم المشمش، طبعًا غطى على طعم الجزر خالص، ولمّا تيجي تاكلي منه كده كأنِك بتاكلي قمر الدين ما فيهوش أي حاجة من طعم الجزر خالص. وبكده خلصنا طريقة عمل قمر الدين في البيت بطريقة سهلة جدًا وبسيطة. تعالوا بينا يلا بقى نعمل منه أحلى مهلبية ممكن تاكلوها في حياتكم. هنجيب حلة وهننزل بقمر الدين وهنضيف عليه كوبايتين من المَيّة، طبعًا مَيّة عادية من الحنفية أو ممكن تغليها في الكتل. وبعد كده هناخد الحلة بتاعتنا وهنحطها على النار، وهتقعدي تقلبي فيها كده لغاية لما قمر الدين يفك معاكي، يعني احنا بنعامله زي الجاهز بالظبط، وهتقعدي تقلبي فيه لغاية لما يختفي معاكي تماما ويبقى زي السائل كده. هتنزلي عليه بكيس من الفانيليا، وهتنزلي عليه بالسكر، طبعا السكر ده حسب الرغبة زي ما بتحبي، لو بتحبي الحاجة مسكرة هتزودي، وهتقلبيهم تقليبة لغاية لما السكر يختفي معاكي تماما. وهتجيبي معلقتين كبار من النشا طبعا علشان احنا حطينا كوبايتين من المية، ولكل كوباية من المية انت هتحطيها هتحطي مكانها معلقة من النشا، وهندوب المعلقتين النشا كده في شوية مية وهننزل بيهم بالتدريج على قمر الدين، يعني ايد بتقلب وايد بتنزل بالنشا كده علشان ما يكتلش معاكي ويعمل كتل. واهم حاجة التقليب المستمر في الخطوة دي كده لغاية لما النشا بتاعتك تستوي كده والخليط يتقل معاكي، وبكده المهلبية بتاعتك بقت جاهزة. وهنطفي عليها النار وهنجيب اطباق التقديم وهنوزع فيها المهلبية وهي لسه سخنة، وهنزينها بقى بالمكسرات زبيب او جوز الهند او اي مكسرات متوفرة عندك، وهتسيبيها لغاية لما تبرد معاكي تماما، وبعد كده هتدخليها التلاجة وبألف هنا ليكوا، وهتاكلوا أحلى طعم ممكن تاكلوه في حياتكوا. طعم جميل جدا، مهلبية بقمر الدين كأنك عاملاها بقمر الدين الأصلي اللي انت بتشتريه من بره بالظبط، ودي أحسن منه في الطعم بمية مرة. جربوها وإن شاء الله هتعجبكوا جدا، وهتعملوها كل يوم في رمضان من كتر جمالها وحلاوتها وطعمها اللذيذ. وبألف هنا ليكوا وعلى عيونكوا يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وتعالوا يلا بينا بقى نعمل منه أحلى شوية عصير. هنجيب الخلاط بتاعنا وقمر الدين طبعا هنكون سايبينه كده على الرخامة لغاية لما يفك معانا شوية، وهننزل بالتلج وهننزل بالسكر، طبعا السكر ده حسب الرغبة، وهتنزلي بكمية المية المناسبة على قد قمر الدين اللي انت حطيتيه، وهتغطي الخلاط وهتاخديه وهتضربيه كده لغاية لما ينعم معاكي تماما. وهتجيبي الكاسات بتاعتك او الكوبايات اللي انت هتقدمي فيها كده العصير، وهتصبي العصير كده، وبكده عملتي احلى عصير بطعم قمر الدين. طبعًا ما اقولكوش بقى على طعمه، طعمه حكاية بجد. إن شاء الله لمّا تجربوه بالطريقة دي كده هتعملوه كل يوم في رمضان من كتر جماله ومن كتر حلاوته. وبألف هنا ليكم وعلى عيونكم يا رب، وكل سنة وحضراتكم طيبين. وبكده عملت معاكم قمر الدين وعملت منه مهلبية وكمان عصير، ولو حابين اجرب معاكم اي وصفة اكتبولي في التعليقات وان شاء الله هجربها معاكم. وما تنسوش تشتركوا في القناة علشان يوصلكوا كل جديد من فيديوهاتنا، وعلشان اقدر اكمل معاكم واقدر استمر. انتوا ما تعرفوش قد ايه اشتراكاتكم دي بتفرحنا بتخلينا نكمل معاكم وننزل فيديوهات كل يوم، فما تنسوش من فضلكم تشتركوا في القناة، واستنوني في فيديو جديد ان شاء الله مع وصفات احلى واحلى مع بيت الخير. وشكرا لكل شخص دعمني واشترك معايا على القناة، وشكرا لحضراتكم جدا.